شو تقول طويل العمر في هذه اللحظة؟ الحمد لله رب العالمين. أنا في المستشفى دي جاي أزور 5 من اللي تعوروا في الأحداث اللي صارت. 5 مدنيين، 2 إماراتيين، 1 هندي، 1 سوداني، 1 إيراني. هذول كلهم أمانة في الرقبة، إن شاء الله بيظهرون سالمين غانمين إن شاء الله. الشيء الثاني اللي أريد أقوله هو أن الإمارات بخير، فيها من الناس المخلصين اللي الواحد يتشرف أن ينتمي لهذه الدولة. صحيح. أريد أشكر المؤسسة العسكرية على دورها، واجبها ودورها المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب. وأشكر المؤسسات الأمنية الباقية، وزارة الداخلية، أجهزة الأمن، الدفاع المدني، ويعذرني الباقين إذا ما ذكرت أساميهم، لكن كلهم قاموا بدور يشرف دولة الإمارات، يشرف إنسان ينتمي لدولة الإمارات. الشيء الآخر اللي أريد أذكره هو أن الإماراتيين اللي عايشين في البلد قاموا بواجبهم بشكل يفرح ويشرف، وهذا الظن فيهم وربي حفظهم. الله يحفظك. أما المقيمين اللي عندنا ضيوفنا وأهلنا بيض الله بهم، حقيقة مواقف متشرفة. يعذرونا إذا طلع قصور منا، ما شيء قصور طويل العمر. الله يحفظك بس. يعذرونا إذا ظهر قصور، لكن نحن في فترة حرب. أوعدهم أن بنأدي الواجب، لأن هذا فرض علينا نحن نأديه لحمايتنا وحماية أهلنا وحماية بلدنا. الشيء الآخر أريد أقول رسالة يمكن لعدو الإمارات. الإمارات مواريه، الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات. ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن ما ننكل، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين. الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان، وأوعد الجميع ترانا بنظهر أقوى. لا شك. ربي يحفظكم. ربي يحفظك طويل العمر. والمجتمع الإماراتي ملتحم خلف هذا الجبل الكبير من الثقة والعز بقيادتكم طويل العمر. نشكر. كل الشكر لك. شكرا.